اولا دكتور صنيبي، شكرا لك على هذه المقدمه، وانا سعيد ان نكون معك بجوارك. لم تتطاول على المجال الرياضي، تحدثنا مرارا، راك اهل لان تكون واحدا من اطر الرياضه بالمغرب. انت مغربي، صعيب الواحد يجسدها بشي حاجه. هي الهواء اللي تتنفس، الاحساس ديالك ببلادك احساس خاص. سولنا حنا اللي خرجنا بزاف، خرجنا مشينا لافريقيا، لاسيا، لاوروبا، جميع القارات شناهم. تتسافر خاصك ترجع لبلادك. هذه وحده من الامور اللي تبين لك بانه التعلق ديالك ببلادك لا يضاهي اي بلد. انت مغربيت هي اي حاجه تحس بها ديالك، اي حاجه في كي غنسميها. السؤال ديال السؤال في حد ذاته راه صعيب. شي انت مغربي، تخيل هي ديال المغرب. فهمتيني؟ ثقيله. انت مغربي هي انك تدافع على بلادك، تحس ببلادك. يعني اي حاجه في هذه الارض تحس بها ان ملكك، وانك من اجل الدفاع عليها. دابا انا تنتكلم باي حاجه، يعني ما عنديش فكره باش نشرح لك. تمغربيت هي ان انا قلت لك في الاول، هي انه ذاك الهواء اللي تستنشق هي ديك تمغربيت. المغربيت هي اي حاجه في بلادك مقدسه. صغيره، اش غنقول لك؟ يعني نقدر نقول لك بانه المجال ديال الاعلام دخلته بالصدفه، ما دخلتوش بناء على واحد الفكر. يعني هي البدايه، العمليه كلها بدات كشاب تقني. انا ما عمري كنت صحفي، انا كنت تقني. يعني انا كنت اجون تكنيك تنشتغل. لقيت بانه يعني الدراسه يعني مجال ممكن الانسان يستمر فيه وقت يشتغل. هي بس استمرت، يعني انني دخلت يعني الاذاعه ما عنديش البكالوريا، ولكني تقني بكالوريا حره الجامعه. وتطورات الى انني نبحث على واحد المكان اللي يمكن لي نزوج فيه في الاذاعه ما بين العمل وما بين الدراسه. فكان بعض الاصدقاء اللي نصحوني، قال لي ودي بانه انت شغوف بكره القدم. انا كنت لاعب ديال كره القدم. فقالوا لي بانه ممكن تشتغل في مصلحه ديال الرياضه، ماشي قضيه تقصير، يعني غير كاين بحيث انه العلاقات لما تكون علاقات ما بين شبان صغار ديال ديك الساعه في ذاك 20 سنه، تعرفوك انك مولع بكره القدم، تلعب كره القدم، تعشق كره القدم، والاذاعه فيها واحد المصلحه ديال كره القدم. فقالوا بانه ممكن انه تزاوج ما بين الدراسه والممارسه في كره القدم. ولقيت سند نعرف السي الحسين الحياني الله يطول عمره، لقيت منه سند كبير، بحيث انه كان تيقول لي بانه الا قريتي في الكليه الصباح خدم في العشيه، الا قريتي في العشيه خدم الصباح، بقى ما اكثر من هادشي هذا. فهكايا حتى كملت الدراسه وانطلق المسار. يعني دخلت لواحد الميدان صدفه، ولكني تنعشقوه. يعني ماشي ما عمر كان في بال ديالي بانه غنكون واحد صحفي رياضي. انما هذه الممارسه ديال الكره والممارسه الالعاب المدرسيه في مختلف انواع الرياضيه كلها ساهمت باش انه المجال الرياضي جاني شويه سهل. لا فرق كبير، تطورت الامور بشكل كبير. يعني التطور ديال النقل التلفاز ديال المباراه تطور بشكل كبير. يعني هاك باش نلخصوا، لان غندخل في التقنيات. شحال كانوا 3 كاميرات ولاو دابا 8، يمكن دير 9، يمكن دير 12. كانت له مقابله في الاسبوع. هذا بوحده خصو برنامج. ولكن اللي غنقول بانه تطور كبير، لانه شوف انا هاد الناس اللي تيقولوا هادشي هذا، انا نقول واحد القضيه باش يفهموها الناس مزيان، غير من باب التوضيح. هذه مسائل تتعرف بانه حنا تنعرفوا تتنقل مقابله في الاسبوع وبعدو مسجله، الناس فرحانين بها. الناس كانوا تيفرحوا مقابله في الاسبوع، فرحانين بها مقابله ومسجله وفرحانين بها. علاش؟ حيت كاين قناه وحده تيشاهدوا مقابله راهم فرحانين. متفقين؟ بالنسبه باش غنختصر شويه وغنمشي للجيل ولاد اليوم. ولاد اليوم ماشي بحالنا حنايا، كانت عندنا قناه وحده اللي خديناها فرحانين بها. الان عنده اكثر من 3000 قناه وتيدير المقارنه، غيبان له باين الفرق. يقارن المغرب بامريكا ولا بالان بي اي، ولا يقارنها بانجلترا ويقارنها، تيديروا ذاك المقارنه. غيبقى دائما غيحس بانه راه حنا ماشي بحال الاخرين. على ذكر العالم الرياضي كانوا تنصوروا بكاميرا صغيره، تصور لك لقد الناس فرحانين به، حيت ما كاين شيء، ما عندكش مع تقارن. هذاك تشوف هو اللي عجبك. الان كاين المقارنه، دابا تصور المقابله، تصور 4 و5 الكاميرات يمكن لا الكاميرا تقلل. اذا هذه القضيه هذه يعني هما يعني معذورين.
حيث ما يقارنون بين المغرب وبين احسن ما كاين مع اظن مع فريق الرجاء البيضاوي خارج المغرب. وفي هذا السفر كان احد اللاعبين القدامى توفى الله يرحمه، وكنا تنذكر تيحكي لي شي حاجه اللي ما عشاش انا. هو لعب في الستينات، ما يبقاش محصور هكا، خصنا نخرجوه للناس. هذا اللعب هذا الا خديناه بحالو بحال باقي الرياضيين، كل واحد عنده واحد الذاكره اللي يعطيها فمن تماك تولدت هذه الفكره. قلت خصني ندير شي حاجه بحال هذا الشكل هكايا. قلت اودي بانه الا جاب شي واحد ويهضر على راسو غيصعب عليه يقول بان انا كنت نعمل وكنت ندير وكنت لاعب كبير وكنت ما يمكنش. شنو غندير؟ فكرت جاتني فكره انني هو غنسولو على المسار ديالو كيفاش كان، ولكني هو ياخذ واحد 3 ديال الناس معاه اللي عارفينه مزيان اللي يهضروا عليه، حيت صعيب الواحد يقول نفسه انا راه كنت واحد اللاعب كبير وانا كنت ندير وكنت مريض وتنلعب. قلت هذه العمليه غنديرها 3 نهضروا، لا ندير واحد العمليه علاش ما نعيطوش للجمهور من الرياضيين اللي هذه مناسبه يلتقيو بيناتهم، وبالتالي تكون بحال واحد السهره. هي كانت الفكره ديال انه تكون 4 ديال الحلقات في رمضان، حيت البرامج ديال رمضان تكون برامج استثنائيه. قلنا هذا 4 ديال البرامج يدوزوا في رمضان، دازوا في رمضان. قلت انتهيت، سالات دوزنا 4 ديال رمضان انتهينا. يستمر حتى شحال تقريبا دوزنا شي 76 وقيله 80. جميع الانواع الرياضيه، وفيها شخصيات اللي انا ما كنتش عارفهم وما كنتش نعيط لهم غير هكا. يعني ناخذ مثلا بحال دابا ناخذ السي الذهبي في كره اليد، راه ما اخترته حتى لقيت عليه اجماع على انه هو اول واحد يستحق يدوز، ولا حتى شي واحد ما يتجرأ يقول بانه. مثلا نعطيك في كره القدم، المرحوم عبد الرحمن بن محجوب حتى شي واحد ما غيزيد قدامه. ما اتصلت به وهضرت معاه، قال لي راه ما مساليش، راني تنمشي لفرنسا، قلت له ديال باغي ندير البرنامج ولكن ما بغيتش نزيد حتى شي واحد قدامك. قال لي ما كاين حتى مشكل. هي باش درت مع ابراهيم طاطوم الله يرحمه، الناس توفاو. يعني هذه هي الفكره باش جا البرنامج. كيفاش تعرف حنا انا كنت غادرت المغادره الطوعيه، ومع ذلك كنا تنجو البرنامج. جات هاد كوفيد فما بقاتش، ماشي ما نقولش ما كاينش رغبه. فذاك البرنامج يمكن الفهم ديالو كان غلط، ماشي ديالي انا كنت عارف من هذاك برنامج موجه لمن الجيل الجديد. كاين ناس سامحهم الله سحب لهم بان هذاك البرنامج الناس كبار، ولكن شنو انا بغيت هذاك البرنامج؟ بغيتو لهاد الشباب يعرفوا اولا الابطال ديالهم، يعرفوا المسار اللي قداوه، لانه هذاك البرنامج دازوا فيه اش غنقول لك شي رسائل من اروع ما يكون لمن لهذا الجيل. هذا الجيل داز لاعب الله يرحمه دوز شونزيليزي في باريس، يعني اللي كوستيم تناخذ اللي بغيت. قال لي كنت غلط، كتحب الكره غدوم. باقي كتسمع هذه الرساله هذه، شحال الكره غدوم. ولكني انا ما كملتش مزيان. علاش؟ لان سحب لي بان الحياه هي هذا الشيء هذا. وكاين ناس اللي يعني المساهمه ديالهم كانت قليله، ولكن كانوا عارفين بانه هذه المرحله هذه خصها تستغل. وناس بلا ما نقول الاسماء ديالهم تنقدرهم، تيقول لي شوف الكره ما كانش فيها فلوس بزاف، ولكن داكشي اللي كان فيها في ذاك الوقت كان كافي. قضينا بها، قرينا بها وليدنا، درنا بها الديور، درنا بها بزاف ديال الامور يمكن ليها توصلك لاعلى المراتب الماديه، وتيمكن لك الا ما عرفتيش تسير الامور ديالك واخا يكونوا عندك كما تقول مال قارون، يمكن لك يعني هذا هو الفلسفه ديال البرمجه. حتى في الامور المتعلقه بالممارسه الرياضيه، كاين لاعبين تيقولوا ديالي كنت ندرج مع المدرب ما كنتش نفهم، خص المدرب تسمع ليه ما تجاوبوش. هذه رسائل. هادو الناس اللي عاشوا واحد التجربه. على الفريق الوطني تيقول لك بانه الفريق الوطني كنت نمشيو له، يمكن ما كناش نتفاهموا، يعني ما يمكنش حلقه ما تلقاش فيها شي رساله. صعيب نقول لك بانه التعليق الرياضي المستوى ديالو عالي او نازل او حنا كنا مزيانين. محتاج الى غنديروا واحد، بغينا كاع نهضروا على التعليق الرياضي، خصك تعرفوا شنو التعليق. حنا منين جينا شنو التعليق الرياضي لقينا؟ اولا حنا ما كانش قنوات، ما كانوش قنوات يديروا التعليق باش نميزوا بين هذا التعليق وبين هذا التعليق. حنا الرواد اللي كانوا في المغرب اللي كانوا يديروا التعليق ديالهم كنا تسمعوا كيفاش يعلقوا، غير يمكن في واحد الوقت هما كانوا تيدخلوا الكلمات
ذاك ديال ناخذوها بلغه عربيه مدرجه انا وزميلي محمد الحمر. يعني ما كانش عندنا، كان الحيادي هو اللي تيعلق في غالب الاحيان، هو اللي كان تيعلق في التلفزيون. بعض المرات كان كمال حلو حتى هو يساهم. هادشي اللي كان. ومن بعد جيت انا والحمر، لقينا راسنا امام يعني كما نقولوا شنو، يعني في مواجهه شي حاجه ما عارفينهاش، تنعلقوا على حسب اللي تنسمعوا الفرنساوي. ما كانش عندنا يعني شي مدرسه شي حتى جداد. ملي كان الغربي الله يرحمه، نور الدين الله يرحمه، وقيس على ذلك المراسلين اللي كانوا في المغرب، الزوين الله يرحمه، والعبد السيدي القرشي الله يطول عمره، الجداير الله يرحمه، هادو تسمعهم نهار الحد، منهم تسمع شويه، تاخذ المرادفات ديال هذا الكلام هذا. كلشي كاين دابا. شوف يعني اي حاجه مرتبطه بالمعلومات الرياضيه لا مجال للمقارنه نهائيا. حنا كانت تجينا صور عن طريق الاوروفيزيون ديال اللقطات الدوليه، ما عندك منين تجيب النتائج ديالها. يعني لا مجال للمقارنه. ما صعيب نقول لك بانه كيف تشتغلوا، حنا غير كي كنا تجمعوا النتائج ديالنا الحد، حنا حتى نعيطوا الناس ديال خصوصا الناس ديال الاذاعه كتشتغلوا بهذا الشيء اكثر. حنا كنا تنعاونوا مره هما اللي كانوا تيشتغلوا بهذا الشيء هذا. عندك الارقام الهاتفيه ديال الشرطه ديال المغرب كامل، تتعيط لهم لصاله الترافيك، تتعيط لهم باش هما يعيطوا عندهم الراديو باش يهضروا مع الناس ديال البوليس اللي كاينين في الملعب، باش الزغنغن الى لعبه في مباراه ديال الكره. ما نعتذر عدم تقديم النتيجه ديال المقابله، مع صعوبه المواصلات. لا ماشي ظلم. صحيح ان كره القدم طاغيه على كل شيء، ماشي غير في المغرب، ولكن الى شي رياضي فرض نفسه ما تنظنش بانه غيكون واحد النوع من الحيف على مستوى الاعلامي. ثانيا بالنسبه لنا احنا في المغرب، الانجازات الرياضيه اصبحت تقاس بالمستوى العالمي، بحيث انه الان من غير كره القدم تهتم شيء به. علاش؟ لانه سبق لك انك فزتي بالقاب عالميه. وانا تنقول هاد الانواع الرياضيه مساكن تما يعني غير ماشي العاب القوى. العاب القوى واحد مثلا وصل المسابقه النهائيه ديال مثلا ديال 800 متر. علاش؟ لانه سبق لنا فزنا ببطوله العالم وفينا ميداليه ذهبيه. يا اما تجيب ميداليه ذهبيه يا اما ما كاين والو. هذا راه حيف حقهم. ولهذا حنا تنتعاملوا حتى هذا غلط منا حنايا. وان كان انا تنقول اي واحد وصل مسابقه نهائيه خاصني نهتم به. اليوم في العاب القوى الى نفرضوا بانه ما جبناش شي ميداليه راه فشلنا، علما بانه راه ممكن يكونوا عندك مثلا 10 ديال العدائين الى تاهلوا مثلا للمسابقات النهائيه. انا ما تعتبرهاش فشل، ولكني مادام انه وصلنا، انا تنقول لك الى وصلتي لشي حاجه ولاو الاخرين ملزمين انهم يعني ما يديروا بحالها او يوصلوا لذاك المراتب، واما راهم فاشلين. واش فهمتي القصد ديالي انا؟ لانه حتى ذاك الرياضي اللي تيوصل مثلا مسابقه نهائيه في اي نوع، انا تنهضر على العاب القوى بصفه يعني غير هكا، تيحس بواحد النوع من الاحباط، تيقول بدي راني مأهل المسابقه النهائيه وراني محتل الصف السادس في العالم او السابع في العالم او الثامن في العالم. النهائيه خاصو يتجاز عليها باش يكون واحد الحافز، لانه ما وصلتي مسابقه نهائيه فيها 8 ديال العدائين وتخرج كانك لا شيء، ما حصلناش عليه. ولكن الالعاب الفرديه الملاكمه، يعني خليني نقول لك بان واحد بطوله افريقيا يكون بطوله افريقيه عاديه، خصو يجيب بطوله العالم. علاش؟ نفذنا ببطوله العالم، ولا خصو يقول لك جيب ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه. فهمتيني؟ قال لي واش داش شي رقم عالمي؟ قلت له لا بابا دخل، هو ما دارش رقم عالمي. قال لي ما زعما اما دير رقم عالمي. تاخر بلادو بانه ولاو الملاعب عندنا على مستوى الارضيه فاش يلعبوا من اروع ما يكون في جميع ولكن تظهر لي ناقصنا شي حاجه، لانه صراحه يعني المستوى ديالنا خصو يكون افضل من الشيء اللي كاين الان. وعلاش نقول هذا الكلام؟ لانه لا يعقل بانه هذا المجهود اللي مبذول ديال مستوى البنيه التحتيه، تامين، مسؤوليات، هذاك الشيء كلشي كاين، ولما تجي الفريق الوطني تلقى حارس ولا جوج. حيت انا هذا هو المقياس اللي عندي انا.
البطوله الوطنيه لاش تصلح؟ واش غيدير النشاط هذا داخلي؟ الوطنيه خص تعطينا لاعبين او لا؟ وهكا تنفهموا الامور. خاصنا تعطينا لاعبين مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الفريق الوطني البطوله الوطنيه ما قدتش شيء تقبل واحد المجموعه من اللاعبين يدخلوا للفريق الوطني، تيظهر لي راهم مقصرين بيناتهم، ما كاين حتى شي مشكل، يشاركوا على المستوى الافريقي، يجيبوا لنا القاب، الله يجزيهم بخير، بارك الله فيهم. ولكني انا الطموح ديالي اكبر، انه بغيت المنتوج ديال العمل ديال البطوله الوطنيه ديال الفرق ديالنا، الاشتغال ديالهم يبان ايضا حتى على مستوى الفريق الوطني. حنا الحمد لله عندنا لاعبين مغاربه تيلعبوا على برا، متفقين؟ كل لاعبين حتى هما يكونوا الفريق الوطني. اذا مسؤوليه ديال الانديه ديالنا، خصهم يشتغلوا. شوف اعتبرت سي المهم، انا بالنسبه لي خص الفريق الوطني، خص هذا المجهود اللي مبذول، هاد الملاعب اللي تتبنى، حنا جايبين كاس العالم، واش تظن بانه هاد الملاعب كلها نبقاو نلعبوا فيها غير البطوله ديالنا، ما عندنا فيها حتى شي لعاب اللي غادي واحد النهار نشوفوا تيلعب مع الفريق الوطني في هاد الملاعب اللي ما فيهاش سلبيه؟ لا اسمح لي، ماشي لا. تنقول اننا في وقت ما كانش هذه الامكانيات، واش كانت الامكانيات؟ كان الناس كيلعبوا في التراب في الفريق من الفرق، غتلقاو لابد عنده واحد اللاعب كان في الفريق الوطني، وكانوا لاعبين نصيب، ماشي ذاك الفريق اللاعب اللي تيلعب مقابله وكان لاعب دولي، لا هادو لاعبين غير اللي لعب فوق 30 مقابله للفوق. كان هو استثناء، لانه ما تنساش بان حنا واحد الوقت كانوا اللاعبين ديالنا ممنوع انه يحترفوا، تدير 28 سنه كان ممنوع انك تحترف، كان في واحد الوقت كان ممنوع تخرج على برا. ماشي قضيه لاعب داخل المغرب وخارج المغرب، حنا مغاربه وحدين. الاشكال فين كاين؟ الاشكال حتى على الفئات الصغرى. دابا من غير الاكاديميه ديال محمد السادس، ياك عطيني شي لاعب خرج من واش في التاطير ديال هاد اللعابه هادو، ام انه هاد اللعابه هادو حتى الطموح ديالهم تيقل؟ ما عرفتش والله، ما عرفتش يعني، صعيب نقول لك علاش صعيب، علما بانه اللاعبين راه كاين اللي عنده تبارك الله، يعني الناس المداخل راه يمكن حتى النوعيه ديال اللاعبين او ما عرف، صعيب باش نقول لك بان هذا هو الحل، صعيب. الا على راه كل واحد تيقلب على الحل. غتبقى اي واحد من الجيل ديالي الا سولتيه على كره القدم يهضر معك على المكسيك، على 86 شي حاجه اللي ما عمرها كانت في البال، ولا هو الاول ديال المجموعه، والعالم كله تيتحدث عليك، كل شيء باغي يدير معك استجوابات، وكل شيء باغي يتصور معك، وكل شيء يعني تيظهر لي بان ديك احسن ذكرى ما عمر الانسان ينساها. هذه الكلمه شوف انا ما ديك اللحظه ما عقلش شكون تنقول، كان داك زيد اخيري ما كتقول بحال اللي كتدفع شويه شي مباراه باش تاهل فيها الكاس افريقيا ولا تتاهل بها الكاس العالم والتقصى ديالنا في رادس، نهضرنا جوج مع تونس واحد، كنا نربحوا على الواحد، تعادلنا فيها. ما نعرف، كاين شي امور اللي تتشوفها وتقول حيت ما عندكش عليها فيها يعني كنسميها ما عندكش فيها اليقين. المهم ذاك الاقصاء بداك الشكل ما عجبني شيء، خصوصا وانه لما تدير القراءه التسلسل ديال المباريات كيفاش تلعبات، تلقى بانه المغرب كيوقف شي كاس العالم، ولكن الناس اللي كانوا تيعرفوا يدبروا الامور فتحوا لانه حنا الى يجي ندخل في هذه العمليه هذه. حنا لعبنا مع غينيا كنا رابحينهم، والحكم ظلمنا وتعادلنا، ولو كون غينيا سجلت هدف علينا ما كانش يحسبوا. علاش؟ لانه الناس اللي كانوا تيخطوا الفريق التونسي باش يمشي ما كانش مصلحتهم غينيا تربح او المغرب يربح، خص تمشي نقطه نقطه. ولقينا صعوبات، وانا حضرت لك المقابله، صعوبات كبيره، لعبنا في واحد التين غير صالح وتعادلنا. والمقابله اللي كانت تلعب فيها تونس مع كينيا ما تلعباتش لسبب ما، وتاجلات حتى لعبنا ولا عارفين راسهم انهم خصهم يمشيو يربحوا في كينيا. احنا مشينا جبنا نقطه من غينيا، تونس جابت 0 نقطه من غينيا، كان خاصها نمشيو نربحوا في تونس. هادشي كله داك الاقصاء تنحس بانه حنا تعادلنا في تونس وما خسرنا حتى مقابله في الاقصائيات. علاش دابا تيسمعوا في وزير القجع في لاكاف اللجان والاعضاء ديال اللجان راهم مهمين بشكل كبير،
وعلاقات بيناتهم وعارفين هذا باقي له عام، هذا باقي له 6 شهور، والحكام معروفين، هذا ديالنا ماشي ديالنا، راه داك الشيء راه ما ساهل شيء. يعني بالقواعد ديال اللعبه راه غادي يقولوا بانه يستفيدوا من المركز ديالو. لما تيجي مدرب العام الاول ماشي تيفشل، الفريق ما تيتاهلش في عام ولا عام ونص، انا ضد المدرب يبقى يخدم عام ونص ولا عامين. ما عندي ما تعرف انا لا هاني لوزيتش ولا لو مير ولا حتى شي، ما عندي بهم علاقه نهائيا. انا المبدا ديالي تنقول بانه الا غتجيب واحد المدرب خصو واحد الوقت، ما عندك ما دير. علاش؟ لانه التجربه تبتات فين ما تيكون عند شي مدرب تيبقى 4 سنين، ولا بد تكون فيه شي كما تنقول لك، ولا بد تيدير شي حاجه اللي هي مزيانه. كي غنسميها مثلا تنقول مثلا بحال دابا تطلب من الناس ياخذوا المدربين كيفاش تعاقبوا على الفريق الوطني ويديروا الحسابات ديالهم. ديجا فاريا بقات واقيلا شي 4 سنين، واقيلا 4 سنين ونص، مشينا معاه لكاس العالم ودرنا معاه دو دومي فينال. هادشي ديال التحكيم الافريقي هذا موضوع بوحدو موضوع. مشى جيب مدرب عام ونص بقينا حتى جا اوري ميشيل، موضوع بوحدو. مشينا لكاس العالم ودرنا كاس العالم مزيانه. عام ونص في حالته، ما كاين سير بحالاتك كثير بحالاتك. حتى الزكي دوز 4 سنين تقريبا ياك، شي اللي كاين. المهم شي حاجه بحال هكا طول مده ولا بده الاخرين قلب على ما كاينش يكمل عامين، مي عام ونص تقصى حي يسير بحالاتك. انا تنقول بانه الواحد الا انا رئيس ديال فرقه، هادشي ديال الفريق الوطني نطبقوه حتى للفرقي. اليوم انا رئيس ديال الفريق، مبدئيا لما غاجي تعاقد واحد المدرب نتعاقد مع برنامج يعطيني فكر، يقول لي ودي شنو. والمدرب لما يجي لعندي وما يقول لي يعطيني اللائحه ديال اللاعبين ديالك، نقول له سير بحالاتك، اش بغيت دير انت؟ ما عارف كاع اللعابه اللي عندي بغيت تدربهم، تتفاوض. المدرب تيجي لهنا عند الفريق اش يقول لك؟ شحال تعطيني؟ واش عارف الامكانيه ديال اللاعبين اللي عندك؟ قول لي واش عندك شي 4 في ليكيب ناسيونال، واش عندك في ليكيب اولمبيك شي 3 ولا 4. نعرف على الاقل الفريق اللي عندك باش يمكن ليا نقول لك اودي بانه ها المشروع اللي غدير اللي باخور لعاب راه اللي خصو يمشي هو المسؤول. القضيه انا شي هاد الرياضه بهذا الشكل هكايا ما كبرتش في وسط منها، حيت الرياضه اللي تنتبع انا دابا حاليا تنتبع انا الفرجه.